بسم الله الرحمن الرحيم. طلب التاني إعداد المنهج الجديد. هنا طبعا في المسألة ديت بيقول لي A B مثلث قائم الزاوية في B، و B دي عبارة عن متوسط، و E C عبارة عن متوسط آخر تقاطعا في M. طيب هنا إيه المطلوب؟ بيقول لي إذا كان طول AC بتساوي 24 سنتي أوجد طول MN. طيب إحنا نقوله الحل بتاع المسألة ديت، الM هي نقطة الام هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث. طيب يبقى نهوت البي دي متوسط خارج من القائم، يبقى يساوي نص طول الوتر. يبقى البي دي طوله هيساوي 12 سم، عشان اي سي طوله بتساوي 24، يبقى البي دي يساوي 12 سم. الام دي تلت ال 12، يعني نقطة تقاطع المتوسطات تقسمه بنسبة 1:2 من جهة القاعدة و2:1 من جهة الرأس. يبقى طول الام دي هتساوي، يبقى تلت في ال 12 يبقى بتساوي 4 سم. يبقى الام دي ب4، اذا البي ام يبقى طول البي ام دولك يا ولادي هتساوي 8 سم. البي ام هتساوي كام؟ بتساوي 8 سم. طيب عندنا بي ان، طول البي ان بتساوي 6. ليه؟ عشان احنا عندنا اي اف بتوازي اي سي، والاي اف دهيت طولها ب 12، يعني الاي اف دهيت يا ولادي الاي اف طولها بتساوي كام؟ بتساوي 12 سم. القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصف ضلعين توازي الثالث وتساوي نص، و24 يبقى ده 12، والبي ان ديت ايه؟ نص ال 12 6. طيب انا هنقول بي ام ده ب8، هننقص منه 6 يطلع طول الام ان، يبقى طول الام ان هتساوي 8 سنتي او 8 سنتي، نطرح منه ال6 سنتي، 8 سنتي يبقى 8 ناقص 6 يبقى بتساوي 2 سنتيمتر. شكرا.